هذا الفيديو اللي كتشوفوه هو الشعار اللي اعتمدته المملكة المغربية للتعريف بكأس إفريقيا، واللي غتكون على أراضينا إن شاء الله سنة 2025، أي في النهاية ديال هذه السنة هذه. وطبعا الشعار عبارة عن إبداع في إبداع، واللي داخل فيه الزليج المغربي الأصيل، واللي هو رمز هويتنا من زمان. ولكن مؤخرا بعض الجهات بدات كتحاول بجميع الطرق باش تنسبوا ليها أو تخليه نقولوا شيء مشترك بيناتنا. وانا كنقول ان الزليج الفاسي المغربي ديالنا بوحدنا، وماركه مسجله للمغرب. وإلا حتى مشيتي ولقيتيه بالصدفه في شي بلاد او في شي دار او في شي جهه او في شي قصر، فاعرف بان الانامل المغربيه هي اللي بدعت فيه وهي اللي صنعته. وهذا الشيء كنقوله للعالم الاخر، والذي والله لو بحثت عن ورشه واحده في بلاده لتصنيعه لن تجد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ردة فعل العالم الآخر على الشعار ديال كأس إفريقيا اللي كان مرصع بالزليج المغربي. وماشي غير هذا الشيء، راه حتى ردة الفعل ديالهم كانت صادمة حتى فاش شافوا قرعة كأس إفريقيا اللي يلاه دازت في العاصمة الرباط، واللي طبعا كانت مزينة بالزليج المغربي وبالقفطان المغربي الأصيل. هاد الناس هادو الصراحة راهم عايشين في عالم بوحديتهم. الناس كاملين العالم كامل عارف الحقيقة إلا هما، أو كيديروا نفسهم ما عارفينهاش. خليكم معايا باش تشوفوا الفيديو. الزليج الجزائري مشاهدينا يزين شعار كأس إفريقيا 2025، يعني كما نقولوا بالعامية الجزائر فيها بطريقة أو بطريقة أخرى. لدينا صورة شعار كأس إفريقيا 2025 والتي ستجرى بالأراضي المغربية، بالمغرب بالتحديد شهر ديسمبر القادم. ها هي هذه صورة للمنتخب الوطني الجزائري للاعبين بالقميص تدريبات قميص الزليج الخاص بتدريبات المنتخب الوطني الجزائري. وهذه هي تميمة كأس إفريقيا 2025، وهذه التميمة فيها الزليج الجزائري. تقمص المنتخب الوطني قبل حوالي 3 سنوات الزليج الجزائري في قميص الإحماءات الخاص بالمباريات الرسمية والودية، ثم جاء من جديد الزليج وطرق أبواب كأس إفريقيا 2025 من بوابة شعار كان 2025 كما نتابع في هذه الصورة. شعار الكان بشعار الزليج الجزائري يا عمار عمور. الجزائري ثقافتنا وتراثنا نظن اللي انكاشي خاص بالجزائريين. ان شاء الله برك الله برك يعطي التفاؤل للاعبين، ولما لا نديروا بطوله في المستوى ان شاء الله. يكون فيها الخير وزيتوا لي لاكوب تاعنا، لما لا؟ ولما لا؟ عندنا كل الامكانيات نسترجعوها حتكون احسن هديه خاصه للاعبين اللي راهم في نهايه المسيره تاعهم باش يخرجوا على الاقل براس مرفوع. ماذا يعني ان تلعب ايضا كاس افريقيا في المغرب، في بلد من شمال افريقيا، في ظروف مناخيه نعرفوها مليح، وانت تعرف انه تلعب كاس افريقيا في هذه الاجواء في شمال افريقيا يكون مستوى من نوع اخر. يعطيك الصحه. نظن باللي حتى التدريبات او الحسابات اللي ديرهم الكليما المناخ او الرطوبه او الحراره راح تنحيها جانبا. انا نفس المناخ نفس البيئه اللي تاع الجزائر. واخر كاس نظمت في شمال افريقيا نظمت في مصر، فزنا بها احنا في 2019. لما لا نعاودوا؟ هذا على كل حال حلم لازم لنا حل مكمل كجزائريين. لما لا اللاعبين الجزائريين ان شاء الله والمنتخب الوطني الجزائري يعاود يفرحنا ان شاء الله هذه المناسبه القادمه ان شاء الله، وجبنا الكاس حتى وهي حلم شويه بعيد، ولكن لما لا نحلموا. المهم ان الفريق يكون موجد 100%، اللاعبين اللي يلعبوا يمدوا اقصى ما عندهم، نكونوا وراء المنتخب الوطني الجزائري، ومن بعد الامور تجي مقابله وفوز بفوز، ولابيتي فيان مونجون كما يقول لك. والان من كل هذا عمار عمور هو فن ايضا وثقافه الجزائر والزليج الجزائري. احنا لعبنا ايضا خالد الموشيه مباريات كثيره، وتقمص المنتخب الوطني الجزائري في قميص الاحماءات الخاص بالشركه الراعيه الرسميه التي كانت مع المنتخب الوطني الجزائري، قميص بالزليج. الان كاس افريقيا شعارها ايضا الزليج الذي يبقى ايضا فنا وثقافه جزائريه، وراح نشوفوها في تميمه والشعار كان 2025. وش رايك؟ ما عندي حتى هضره على
هما كيما نقول سي ان شوا، مي كيما قال لك عمار هذه ثقافتنا، دونك ما فيهاش شك في لامبليم هذه. دونك انا جو بونس با كو سا سوا معناتها اون بوليميك كبيره. تزيدون عزما ايضا بطبيعه الحال. بيان سور كيما قال لك عمار ديجا لو فيك سا سوا في المغرب وان بلوس في الشمال الافريقيه سي اون موتيفاسيون معناتها كبيره للمنتخب الوطني، على حساب اوسي لي دو ديرنيير كوب دافريك وخرجنا من البروميي تور. دونك كاين مدرب جديد بيتكوفيتش اول مره دونك كيدير كوب دافريك. جيسبيغ كو الديسكور يكون جديد وديسكور يكون بوزيتيف باش ان شاء الله نديروا ان بون باركور. هذا ما نتمناه بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري. مشاهدينا الاعزاء، نذكر فقط بانه قرعه كاس افريقيا 2025 غدا بدايه من الساعه 7 بالتوقيت الجزائري سنتعرف على المجموعات التي ستشكل 24 منتخبا سيلعبون على كأس افريقيا التي ستحتضنها المغرب، وسيكون المنتخب الوطني الجزائري من ابرز المرشحين بطبيعه الحال، من الناحيه البشريه، من ناحيه الفرديات، من ناحيه ايضا الاسماء في تشكيله المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش. خالد الموشيه، ندخلوا مرشحين لهذا الكان ولا الافضل ما نقولوش بلي رانا مرشحين ونروحوا اوتسايدر؟ هل يستطيع المنتخب الوطني الجزائري يكون اوتسايدر في منافسه كما هذه؟ انا نباني المنتخب الوطني تاع الجزائر كي تكون اوتسايدر احسن، افضل، خير، الضغط يكون ايجابي. اكزاكتومون. دونك حنا دو توت فاسون مالغري لو فاك خرجنا لي دو ديرنا كوب دافريك، ديما المنتخب الوطني تاع الجزائر تكون بارمي لي فافوري من الكوب دافريك. مي حنا لازم نكون متواضعين، لازم ما ننساوش لي دو زيشيك في الكوب دافريك في الكاميرون وفي كوت ديفوار. دونك لازم نجيو مع موتيفاسيون كبيره ان شاء الله باش ان شاء الله نديروا ان بون باركور، مي لازم نكونوا اوتسايدر خير. صحيح، غير ممكن عمور كما قال خالد الموشيه، انت اقصيت مرتين متتاليتين من الدور الاول لكاس افريقيا ويديروك مرشح كحرب نفسيه بطبيعه الحال سلبيه على المنتخب الوطني الجزائري في كان 2025. بطبيعه الحال نظن كما قال لك خالد، كي نكونوا ماشي مرشحين ماشي فافوري، نظن بلي احسن، خاصه اللاعبين كامل حتى المحيط، نظن بلي مليح علينا. الحاجه المهمه ايضا ان شاء الله نوصلوا لكوب دافريك اولا بدون اصابات اللاعبين يكونوا ان شاء الله يكونوا اون فورم كاملين، يكونوا كامل اون فورم في البطولات اللي راهم يلعبوا فيها. ان شاء الله المدرب يلقى الخيارات اللازمه، باسكو كي يكونوا لاعبين واجدين واون فورم وخاصه بدنيا وتقنيا، يلقى هذوك لي شوا تكنيك وتكتيك، يقدر يلقى بزاف الفرص للاعبين. ولما لا نقدروا ندخلوا البطوله هذيك بكل قوه مع الشروط اللي كاينين ومع الظروف اللي كاينين. لما لا نعملوا هذاك الطائر الرياضي، لو كنا نقدروا نقولوا بين قوسين لا روفونش هذيك سبورتيف من النسختين اللي فاتوا اللي خرجنا منهم الدور الاول. ونذكر فقط خالد الموشيه، عمور، المستوى الاول فيه المغرب البلد المنظم بطبيعه الحال، المنتخب السنغالي، المنتخب المصري، المنتخب الجزائري، نيجيريا وكوت ديفوار كبار القوم في المستوى الاول. ثم المستوى الثاني فيه الكاميرون، مالي، تونس، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه وبوركينا فاسو. المستوى الثالث فيه الغابون، انغولا، زامبيا، اوغندا، غينيا الاستوائيه والبنين. والمستوى الرابع موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي وبوتسوانا. حسب رايي خالد الموشيه، حاليا في افريقيا ما كاش كبير وما كاش صغير. اكزاكتومون، حبيت نقولها لك اليوم. كي تشوف معناتها سورتو الكاس افريقيا الاخرين، كاين دي زيكيب ما كنتش نستنوا فيهم وعقبوا دوزيام تور. موريتانيا كانوا في المجموعه تاعنا وعقبوا دوزيام تور. كاين معناتها بزاف لي زيكزون، بزاف لي زيكيب. دونك احنا لازم كيما قلت لك لازم نجيو بالتواضع، نكونوا متواضعين ونجيو افيك كيما نقول لي زامبيسيون كبيره باش ان شاء الله نكونوا في المستوى ماتش باغ ماتش، وربي ان شاء الله كي يوفقنا. تسيير مباراة بمباراة كما يقول خالد الموشيه، وكل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. غدا ان شاء الله بداية من الساعة 7 برنامج وحصة خاصة مباشرة عبر قناة الشروق للحديث عن قرعة كأس افريقيا 2025. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون عجبكم وتسناوني فيديوهات اخرين قريبا بحول الله.